بالشرح ونحل الثلاث مشاكل اللي انا قلت لكم عليها. بس اولا خلينا نشرح اول مشكله وهي اسهل مشكله. الحساب بتاع اوراكل بيتقفل امتى؟ الحساب بتاع اوراكل بيقفلوه لو انت يعني ما استعملتش حسابك لمده 30 يوم او ما دخلتش وعملت ساين اب لمده 30 يوم. فكل اللي انت هتعمله بس ان انت كل 30 يوم على الاقل تخش حسابك في اوراكل وتعمل ساين اب بس كده. خلينا بقى نخش على المشكلتين اللي هياخدوا مننا وقت اكبر. اول حاجه كده احنا عندنا فايل نوشن زي الفايل او البيج اللي انا عملتها لكم قبل كده في الفيديو اللي فات علشان تتابعوا معايا الكوماندز وتتابعوا كل حاجه. مبدئيا كده اول حاجه خلينا نخش على حل مشكله الموارد. المشكله في ايه؟ المشكله عندك ان انت في الانستنس بتاعت اوراكل لو ما استهلكتش 20% من الموارد، اوراكل بيعتبر ان الانستنس بتاعتك ايديل او نايمه يعني ومش بتستعمل فيها حاجه وبيقفلها لك مع الوقت. فاحنا هنحل المشكله دي ازاي؟ اولا المشكله دي ممكن ما تكونش ظاهره عندك، فخليني اقول لك بتعرف منين انها عندك. اول حاجه هتخش على التيرمينال وهتخش بالاس اس اتش كي بتاعك. لو مش فاكر ايه الاس اس اتش كي فانا هوريك شكله وهتفتكره على طول. وده شباب معانا هو الاس اس اتش كي. طيب انت اكيد فاكر الشكل ده بس ما كنتش فاهم قوي هو عباره عن ايه الفيديو اللي فات. الشكل ده بيدخلك على السيرفر من التيرمينال. يعني اول ما بتخش كده بالفايل بالباث بتاع الفايل بتاع الكي وبتخش بالاي بي ادرس بتاعك، انت كده بتخش على السيرفر. لو دوست انتر هيدخلني على السيرفر. بعرف منين ان انا دخلت على السيرفر؟ لما بتلاقي العلامه دي ظهرت لك اهي. تمام، يبقى احنا كده جوه السيرفر. هنعمل ايه بقى عشان نحل او عشان نعرف اصلا احنا مستهلكين 20% من الموارد ولا لا؟ هتيجي تكتب سودو دوكر ستاتس وتدوس انتر، هيفتح معاك اللي قدامك ده. طيب ايه اللي قدامي ده؟ مبدئيا انت مش هيبقى عندك كل الحاجات دي، هيبقى عندك بس N8N وايفولوشن اي بي اي لو انت نزلتها عندك. يعني انا منزلها عشان كده هي عندي، ولكن انت ممكن يبقى عندك N8N بس وما عندكش كل الكلام ده. فهتيجي على N8N وتشوف السي بي يو، هتشوف استهلاكه هنا، هتلاقي ان هو ما كملش 1% عندي. تمام، يبقى كده السي بي يو مش هعرف اعدي ال 20% بتاعت اوراكل. طيب لو دخلنا على الميموري هتشوف ان انا مستهلك 12 او شبه 13% من الميموري بتاعت الانستنس بN8N فقط. طيب هل ده كده كافي؟ لا. كده ببساطه لو اوراكل جه شاف الاستهلاك بتاع الانستنس هيلاقي ان هو اقل من 20% وهيقفله مع الوقت. طيب انا مستعمل حاجه اسمها لوك بيزي. لو جينا هنا على لوك بيزي بصينا هنلاقي ان السي بي يو فوق ال 20% والميموري فوق ال 20%، وده اللي احنا عايزينه. فتعالى بقى اقول لك ازاي بتعمل الكلام ده. اولا كده انت عايز تطلع من الشكل ده، هتدوس كنترول زد كده انت طلعت. وعشان تعرف انك طلعت هتلاقي اهو انت دخلت على السيرفر تاني، وهتروح على الفايل اللي انا سايبه لك. تمام كده، وهتنزل لتحت لحد الحته دي اهو. الحته دي انا سايب لك الكوماند اللي بيعمل لك لوك بيزي، هو مجرد كوماند واحد بس، هتاخده كوبي وتحطه بيست هنا في التيرمينال، وبعد كده هيبقى عندك لوك بيزي زي كده اهو، سي بي يو والميموري فوق ال 20%. طيب هل ده كافي؟ يعني هل ده كافي؟ هل مثلا اوراكل ناس عبيطه مش عارفه ان في حاجه اسمها لوك بيزي؟ هو ممكن يكون مش هيتعرف بسرعه ان انت مستعمل حاجه زي لوك بيزي، ولكن ممكن مع الوقت يكتشفوا حاجه زي كده ويقفلوا الانستنس. ممكن، ما نعرفش ايه اللي ممكن يحصل يعني، ولكن لازم تبقى عندك باك ابس للاحتياط. فانا كده قلت لك مشكلتين وحلهم. اول حاجه حساب اوراكل، تاني حاجه الحوار بتاع لوك بيزي ده علشان تبقى مستهلك اكتر من 20% من الموارد. والفيديو بقى هيطول في الحته بتاعه الباك ابس لان في شويه شرح في الموضوع ده. فاول حاجه تعال اقول لك الباك ابس بتفيدنا في ايه. الباك ابس لو الانستنس بتاعتك اتقفلت، لو انت دخلت مثلا قررت ان انت تشتري في بي اس على هوستنجر او في بي اس على اي حاجه تانية غير اوراكل، تقدر تستعمل الباك ابس اللي معاك اللي انا هقول لك ازاي بتعملها، وتحط الورك فلوس كلها والكريدنشالز بتاعتك كلها، وبكده هتبتدي اكنك لسه بادئ من الحته اللي انت وقفت فيها. فالباك ابس طبعا مهمه جدا، سواء الانستنس بتاعتك اتقفلت من اوراكل، سواء انت قررت تشتري في بي اس تاني، كده كده محتاج يبقى عندك باك ابس اوتوماتيكلي بتحصل. وانا عامل لك ورك فلو في N8N اهو. الورك فلو ده بيعمل لك باك ابس، انا مثلا عامله على كل يوم حد الساعه 3 الصبح بيعمل باك اب وبيرفعه على جوجل درايف. انت ممكن تخليه كل يوم، ممكن تخليه كل شهر، براحتك على الاخر. والورك فلو هسيبها لك برضو في الفايل تقدر تنزلها ان شاء الله. ولكن الورك فلو تشغيلها مش سهل قوي. تعال اقول لك بقى بنعمل ايه. اول حاجه السكيدجول تريجر، بسيط جدا يعني انت عارفه، يعني مش محتاج تخش هنا وتعدل. قول مثلا انت عايزه يبقى كل يوم، هتيجي هنا وتخليه دايز وتختار الميعاد اللي انت عايزه بالظبط. تمام، ده ما فيهوش مشكله. خلينا بقى نخش على النود اللي بعديها وهي دي ريد N8N داتابيز. الفايل سيكتور ده هتقول لي اجيبه منين؟ طيب بص، مبدئيا كده الفايل ده هيبقى نفس الباث اللي عندي بالظبط، اللي قدامك ده نفسه بالظبط لو انت عملت الخطوات بتاعت الفيديو اللي فات. تمام، فانت لو عملت كل الخطوات زي الفيديو اللي فات الباث بتاعك هيبقى ان شاء الله زي كده. طيب نعرف منين الباث لو مثلا هو مختلف او انا النود دي ادتني ايرور؟ بكل بساطه هتخش على الفايل بتاعي تاني اللي انا هسيبه لك برده، وتقدر تنزله زي الفايل اللي فات بالظبط، وهتطلع فوق. طبعا انا عامل لك نسخه عربي نسخه انجليزي، تمام، بس خلينا في الانجليزي دلوقتي اهو.
انت دلوقتي عايز تعرف الباث بتاعك اهي، بارت 1 هتيجي عليه، ودي الخطوات اللي بتعرف بيها الباث وبتنتهي في الاخر بالباث بتاعك اهو. طيب انت مثلا واحد مش عارف تعمل الخطوات دي، هتعمل ايه؟ هتاخد الفايل زي ما هو وتحطه في كلود او في شات جي بي تي او في جيميناي وتقول له انا عايز اعمل كذا، بس اي حاجه بقى ايا كانت ايه في الفايل، وهو هي ان شاء الله هيقول لك كل الخطوات. تمام كده؟ فانت لو الباث بتاعك زيي هتخش هنا والدنيا تمام، مفيش اي مشكله. وبكده النوت دي كده خلصناها. النوت اللي بعديها بقى هي بس سيبها زي ما هي، مش محتاج تعدل فيها اي حاجه. الاسم بس انا مخليه ان باك اب، ومخليه بالديت بتاع النهارده. تمام؟ فانت ممكن تخليه كده، مش محتاج تلعب في اي حاجه. والابلود تو جوجل درايف، طيب قبل ما اشرح لك ازاي بتعمل ابلود تو جوجل درايف، هي سهله طبعا يعني. انت هتخليها زي ما هي، وكل اللي هتعمله بس ان انت هتختار البيرنت فولدر بتاعك. انا عامل فولدر في جوجل درايف ومسميه ان باك ابس. تمام كده؟ انت هتعمل الكريدنشالز، ودي اللي احنا هنشرحها لان فيها شويه حاجات يعني. بما ان احنا عاملين سيلف هوست، فالكريدنشال ما يبقاش بس بلوجن، بتبقى في شويه خطوات من جوجل كونسول وهشرحها لك كلها دلوقتي. ولكن في حاجات لازم نعملها دلوقتي، يعني الورك فلو كده لو انت شغلته على كده من غير ما تعمل الحاجات اللي اقول لك عليها مش هيشتغل. مبدئيا كده ايه الحاجه اللي لازم نعملها؟ لازم تعمل ابديت للانستنس زي ما انا كنت موريك في الفايل الاول، ولكن هنضيف بقى هنضيف السطرين دول في الاخر زي ما انت شايف اهو. طبعا بتحط الدومين بتاعتك مكان يور دومين وبتحط السطرين دول، بس خليني اشرح لك اكتر عشان تبقى فاهم. ده الفايل الاول، تمام؟ لو فاكرينه اهو، ده الفايل الاول بتاعنا وكلكم نزلتوه الحمد لله. طيب خليني بقى اوريكم في اخر الفايل ده كان فيه ايه، سواء في العربي او في الانجليزي. اخر الفايل خالص كنت موريك ازاي بتعمل ابديت للانستنس. كنت قايل لك اهو، كل اللي بتعمله انت بتخش بالاس اس اتش كي اللي انا وريته لكم في الاول، اللي بتخش بيه السيرفر بتاعك، وبعد كده بتاخد الكوماند ده كوبي وتحطه، وبعد كده بتحط اللي بعده ده. طيب احنا دلوقتي مش هنعمل بقى ابديت بالشكل ده. الكوماند الاول ده هنستعمله عادي جدا، اللي هو ده، مش هنغير فيه اي حاجه. ولكن التاني مش هنستعمله زي ما هو كده، هنستعمل بقى الجديد اللي هو فيه السطرين دول. ليه هنستعمله؟ طبعا مكان يور دومين دي ودي بتحط الدومين بتاعتك عشان محدش يسيبها كده، ما ينفعش. فايه بقى الموضوع؟ الموضوع ان السطرين دول بيخلوك تشغل النود دي، من غيرهم النود اللي هي ريد ان داتابيز مش هتشتغل. فلازم تبقى حاطط السطرين دول وتعمل ابديت للانستنس بتاعتك. والخطوات سهله يعني، هم بس 2 كوماند. اللي هنا ده اهو، الكوماند ده هتاخده كوبي وتحطه في التيرمينال، وبعد كده هتيجي هنا تظبط برده مكان يور دومين وكده وتحط دوت كوبي، وبكده ان شاء الله هيشتغل معاك النود دي ريد ان داتابيز. وكده الدنيا تمام، كل حاجه شغاله. ناقصنا بس حاجه قبل ما اوريك ازاي بتجيب الكريدنشالز بتاعه جوجل درايف، والحاجه دي حاجه اسمها انكريبشن كي. طيب الانكريبشن كي ده عباره عن ايه؟ الانكريبشن كي ده الحاجه، يعني دلوقتي الفايل بتاع الباك اب اللي احنا بننزله ده، لما بتيجي تعمل انستنس جديده او اشتريت في بي اس بقى او ايا كان ايه وضعك وحطيت الفايل ده، الفايل ده هيرجع لك كل الورك فلوس بتاعتك. طيب الكريدنشالز ايه وضعها؟ الكريدنشالز مش هترجع زي ما هي، هتضطر تحطها مانيوالي الا لو انت معاك الانكريبشن كي. فالانكريبشن كي بينقذك من الموضوع ده. تخيل انت مثلا حاطط كريدنشالز في 50 مثلا طول مختلفه، هتقعد تحطهم مانيوالي؟ لا طبعا. عشان كده تجيب الانكريبشن كي، وهقول لك دلوقتي ازاي. في الفايل ده هتنزل تحت، انا عامل حته مخصوص للانكريبشن كي اهو، فايندينج ذا انكريبشن كي. وهو بس عباره عن كل كوماند واحد بس، مش موضوع طويل يعني. هتاخد الكوماند ده كوبي، طبعا لازم تبقى داخل على السيرفر، كل الكوماندز دي لازم تبقى جوه السيرفر، وزي ما قلت لك بتعرف انك جوه السيرفر لما تلاقي العلامه دي. وهتعمل بيست للكوماند ده وهتدوس انتر، هيطلع لك الانكريبشن كي بتاعك. هتاخده. طبعا الانكريبشن كي ده انت ما تقدرش توصل له غير من جوه السيرفر، بمعنى لو الانستنس بتاعتك اتقفلت، لو جهازك راح، لو اي حاجه حصلت لا قدر الله، مش هتعرف توصل للانكريبشن كي ده تاني. فلازم تبقى يعني خده كده عندك، اكتبه في ورقه بقى، حطه في نوت باد، ابعته لنفسك على التليجرام على الواتس، خليه عندك في اي حته بره السيرفر وبره جهازك خالص عشان يبقى معاك طول الوقت. وسيبه بقى في اي حته لان انت هتحتاجه لما تيجي تعمل باك اب عشان تحط الكريدنشالز بتاعتك. ولو ما طلعش معاك الانكريبشن كي، في ناس ممكن منكم ما يطلعش معاها، فانا برضو جايب لكم كوماند تاني اهو. اهو الكوماند ده لو ما طلعش من الاول يبقى استعمل التاني، وان شاء الله يطلع مع واحد في الاثنين يعني. كده احنا معانا الانكريبشن كي، وكده احنا مشغلين الورك فلو ده. ناقص بس ان احنا نحط الكريدنشالز بتاعه جوجل درايف. تعالى بقى اوريك ازاي بتعمل الكلام ده. اول حاجه انت هتخش على النوت دي بتاعه جوجل درايف، ومش هيبقى عندك اي كريدنشال، فهتدوس كرييت نيو كريدنشال، موضوع بسيط. وبعد كده هتيجي في تاب جديده وتكتب جوجل كونسول، وهتدوس انتر. هيطلع معاك اول واحد اهو، هتدوس عليه جوجل كلاود كونسول، وهتختار من هنا فوق على اليمين الحساب بتاعك اللي انت عايزه. ده الحساب اللي انت هتسجل عليه اللي هو على جوجل درايف، هتختاره وتدوس جو تو ماي كونسول، او هتسجل لو انت مش مسجل يعني في جوجل كونسول الاول. انا مسجل فاروح على طول على الكونسول بتاعتي.
طيب بعد ما تفتح معاك انت ممكن ميبقاش عندك بروجكت اللي هي البروجكتس اللي فوق دي، هتدوس نيو بروجكت وهتعمل بروجكت عادي جدا. وبعد ما تعمله بقى هيظهر معاك نفس الشاشه بتاعتي دي او الواجهه دي. هتيجي في السيرش فوق وتكتب جوجل درايف، تمام، وهتستناه يحمل. طيب بعد ما يحمل هيطلع لك جوجل درايف اي بي اي في الاول، بعد كده درايف ام سي بي. احنا هنختار هنا جوجل درايف اي بي اي وهندوس عليها، وبعد ما يحمل برضه هرجع لكم. طيب بعد ما يحمل هيظهر معاك كده جوجل درايف اي بي اي، ومش هيبقى عندك المنظر ده لان انت مش هتبقى عامل له انيبل. هتلاقي بدل كلمه مانج دي كلمه انيبل، هتدوس عليها وبس كده. هيظهر بعد كده معاك نفس المنظر اللي ظهر معايا ده. وبعد لما تعمل له انيبل هتيجي على المنيو ده اللي فوق على الشمال، هتدوس عليه وهتنزل على اي بي اي اند سيرفيسز، تمام، وهتيجي على كريدنشالز هتدوس عليها، ولما تحمل هرجع لكم برضه. طيب يا شباب دلوقتي انا رجعت لكم بعد لما حملت. انت مش هيبقى ظاهر عندك كل الكلام اللي قدامك ده، سيبك منه ومش عايزك اصلا تركز معاه. انت كل اللي هتعمله بس انك هتيجي على كريت كريدنشال فوق، هتدوس عليها وهتختار اوث كلاينت اي دي، شايفها اللي في النص، هتدوس عليها وهيفتح معاك اللي انت شايفه ده. طبعا هستناه يحمل ونكمل. وبعد لما يحمل بيظهر معاك كده، انت عايز تدوس على ابلكيشن تايب، وبعد كده هتدوس على ويب ابلكيشن، هتختار دي وهتسميه اي اسم، بس خليه مثلا حاجه انت تبقى عارفها. خلينا نقول مثلا جوجل درايف او ايا كان بقى اللي انت بتدخل، ايا كان اللي انت عملت له انيبل يعني. بس انا مثلا هسميه جوجل درايف اي بي اي، وانت سميه اي حاجه تعجبك يعني، مفيش حاجه معينه. المهم بتاع كده بتيجي على authorized redirect URLs، هتدوس add URL وهترجع بقى على ان هنا خالص اهو. هو اصلا قايل لك auth redirect URL، كليك تو كوبي اهو. هتدوس كده، انت خدت كوبي، هتيجي هنا تحطه بيست. جميل جميل. هتدوس كرييت اهو. كل اللي عملته موضوع بسيط جدا، عملت انيبل للاي بي اي من السيرش، وبعد كده جيت هنا في الاوث كلاينت عملت كرييت، سميته وحطيت الاوثرايزد ايه ريدايركت يو ار ال اللي هو جاي اصلا من ان اصلا محتاج ايه كلاينت اي دي وكلاينت سيكريت، وده اللي هو طلعه لك اهو. ده الكلاينت اي دي وده الكلاينت سيكريت. طبعا انا هعمل بلور على الحاجات دي، وانت دي حاجات زي باسورد يعني، فانت ما ينفعش ايه تحطها في حته. المهم هناخده كوبي وهنروح نحط الكلاينت اي دي هنا في ان والكلاينت سيكريت برضو في ان. بعد كده هيظهر معاك ايه؟ هيظهر معاك connect your account to use this credential. هتدوس sign in with جوجل وهتعمل sign in بجوجل الحساب اللي انت عايزه بقى، او الحساب خليه، بص خليه الحساب بتاع جوجل كونسول، ونفس الوقت الحساب اللي انت عايزه يعني. قبل ما تسجل على جوجل كونسول اختار من فوق على اليمين زي ما وريتك الحساب اللي انت عايز جوجل درايف عليه، ولما تعمل sign in هنا اختار برضو نفس الحساب، تمام، عشان كله يبقى نفس الحساب. بعد ما تعمل sign in هتدوس سيف وخلاص كده انت الدنيا تمام. بس انا مش هعمل بقى الكلام ده لان انا اوريدي ايه عندي الكريدنشال بتاعتي. وبكده انت الورك فلو دي شغاله، تقدر تشغلها بكل سهوله زي ما قلت لك. وبعد كده بقى لما تيجي تعمل ابديت للانستنس، انا كنت قايل لك الابديت بتعمله ايه من هنا اهو، بتخش بالاس اس اتش كي وبعد كده بتعمل كوبي لده وكوبي لده. انا بقى مش عايزك تستعمل ده تاني، خلاص ده مش هنستعمله تاني، هنستعمل بداله ايه الكلام ده طبعا لو انت مستعمل الباك ابس، لكن لو انت مش مستعملها ما تضيفش السطرين دول. المهم السطرين دول اهم، هتلاقيهم بقى في الفايل التاني اللي انت هتنزله من الفيديو ده ان شاء الله هنا اهو، اهم مضافين، هم اخر سطرين دول. فهو نفس الكلام ده، هو نفس الكلام ده، ولكن ضفنا سطرين. السطرين دول ايه لازمتهم؟ ايه بيشغلوا النوت دي. كده انت عارف كل حاجه تمام. اخر حاجه بقى، لان انا يعني مش هشرحها لك قوي في الفيديو ده، انا بس هقول لك خطواتها وانت تتابع لو انت محتاج تعملها، لان مش كله منكم هيبقى محتاجها يعني. دلوقتي انا شرحت لك ازاي تعمل باك اب، ازاي تمنع الانستنس بتاعتك او تحاول ان انت تمنعها بلوك بيزي من انها تتقفل، وازاي تمنع اوراكل من انهم يقفلوا حسابك بانك بتعمل لوجن على حسابك كل شهر مره على الاقل. حاول تخليها كل اسبوع مره كمان يبقى افضل يعني. المهم دلوقتي اخر حاجه هكلمك عنها هو ازاي بقى لو انا عملت مثلا اشتريت في بي اس جديد او الانستنس بتاعتي اتقفلت لا قدر الله، ازاي ارجع الحاجه. طبعا انت كده هيبقى معاك ايه، هيبقى معاك فايل على جوجل درايف، زيب فايل على جوجل درايف في الورك فلوس كلها، وهيبقى معاك الانكريبشن كي. الحاجتين دول تقدر ترجع بيهم الانستنس بتاعتك او الداتا بتاعتك كلها في لحظه ان شاء الله. هتيجي بقى تنزل في الفايل ده، نفس الفايل اللي هو الفايل اللي انا سايب لك اللينك بتاعه في الديسكريبشن او في اول كومنت. هتنزل خالص تحت خالص، طبعا ده عربي وانجليزي يعني، انت لو عايز العربي هتلاقيه تحت، لو عايز الانجليزي هتلاقيه فوق. المهم انت هتيجي على اخر خالص سواء في العربي او في الانجليزي، خلينا بس نروح على العربي. هتروح على الجزء الرابع، استعادة النسخة الاحتياطية على السيرفر الجديد. ايه لازمته ده اللي بيرجع لك كل حاجه. طبعا انت كده هتبقى بتعمل انستنس جديده على اوراكل، لو حصل يعني لا قدر الله مشكله انت هتبقى بتعمل انستنس جديده، فهتتابع نفس خطوات الفايل ده الفايل انهي الاول خالص، هتتابع نفس الخطوات كلها لحد فين بقى، انا اقول لك لحد فين. كل ده هتعمله، كل الستبس دي هتفضل تعملها.
لحد اما تيجي عند ستيب 18 هنا، هتوقف هنا وهتبتدي تستعمل الخطوات دي بقى. ليه بقى احنا بنستعمل الخطوات اللي هنا في الفايل الجديد ده؟ لان ده اللي هيعمل الباك اب ان شاء الله. هنا هتمشي على الخطوات دي، ولو مش عارف اي حاجه زي ما قلت لك الفايل خده حطه في كلود، حطه في شات جي بي تي، وان شاء الله الموضوع بسيط والخطوات انا مديها لك صح يعني ان شاء الله. هتمشي على الخطوات دي وانت بتعمل الباك اب، وهتيجي هنا بقى تمام. هنا انت بتحط الانكريبشن كي بتاعك، طبعا انت بتشيل كل دي وبتحط الانكريبشن كي بتاعك ده عشان يرجع لك الكريدنشالز. وطبعا ما تنسوش بقى يا جماعه حوار اليور دومين ده بليس هولدر. يور دومين ده مش حاجه، ده انت هتشيله وتحط الدومين بتاعك تمام، اللي هو بنجيبه من داك دي ان اس. لان انت هتمشي على خطوات الفيديو الاول لحد خطوه 18 زي ما قلت لك، هتوقف عندها وهتمشي بعد كده على خطوات الفايل الجديد. وبعد ما تسجل وبعد ما تخلص كل حاجه، اللي هيحصل معاك ان هو هيظهر لك بقى في الدومين بتاعك لما تروح عليه، هيظهر لك انك تعمل لوجن او ساين اب يعني على NetN. مش هيقول لك اعمل حساب جديد، هيقول لك اعمل لوجن. هتعمل لوجن بايه؟ بالحاجات اللي هو الايميل والباسورد بتوع اللي انت عملتهم في الاول خالص بقى، بتوع الانستنس او بتوع حسابك ده على NetN. فانت طبعا برضو لازم تبقى فاكرهم، وهيدخلك هتلاقي كل حاجه زي ما هي، اكن مفيش اي حاجه راحت. كل حاجه بالكريدنشالز، كل حاجه ببلشت، كل حاجه زي الفل. مش هتلاقي اي حاجه انت محتاج تعملها ان شاء الله. وكده انا علمتك كل حاجه انا عارفها عن موضوع السيرفرز واوراكل والكلام ده كله، عشان ما يبقاش حصل معاك اي مشكله، ولو حصل ان شاء الله يبقى معاك باك ابس وانكريبشن كي وكل حاجه تمام. وبكده يا شباب نكون حلينا اغلب المشاكل اللي هتواجهكم ان شاء الله. ولو حد عنده اي سؤال يكتب لي في الكومنتات انا بقراها كلها. طبعا هسيب لك الفايل بتاع النهارده تقدر تنزله من الديسكربشن او من اول كومنت ان شاء الله. وبالنسبه للكورس يا شباب خلينا نتكلم عنه سريعا للناس اللي عايزه تعرف. انا الكورس كنت هبداه لما اوصل 200 مشترك على القناه، والحمد لله احنا داخلين على 600 وانا بصور الفيديو ده دلوقتي. فانا عارف ان انا اتاخرت شويه في عمله، بس بجهز ان شاء الله حاجه قويه جدا هتعجبكم، بتاخدكم فعلا من الصفر الاول عميل برود ماب او بتسلسل انا اعمله لكم، وشرح مبسط زي ما انتم متعودين. انا بشرح كل حاجه بشكل مبسط جدا ان شاء الله. كلكم تكونوا عارفين تتابعوا الفيديوهات بتاعتي وتكون بسيطه جدا. وقولوا لي ايه رايكم في المايك وفي الكاميرا وتطور المحتوى، ولو حد عنده اي اقتراحات تانية يقول لي عليها. وان شاء الله الفيديو الجاي هنكون بنتكلم عن الكورس، وعندنا برضو فيديو جاي مثلا ممكن كمان اسبوعين فيديو بيتكلم عن ازاي تشغل مودلز AI مجانا، علشان كده تكون عندك NetN مجانا وAI مودلز مجانا قبل ما نبتدي الكورس، وتعرف تطبق معايا وتشتغل مجانا 100% من غير ما ندفع ولا سنت. فان شاء الله اكون فدتكم واشوفكم الفيديو الجاي. سلام.